ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم الكشري بكل تركاته، واحلى من المحلات بكتير وارخص. اول حاجه هنبدا بيها هنعمل البصل. معلش هو فيديو البصل انا ما صورتوش، ما الفيديو ما تصورش. هنحط معلقه دقيق ومعلقه نشا على البصل وذره ملح، وهنعمل البصل عشان هناخد الزيت بتاع البصل كله هنعمل بيه بقيه حاجه الكشري. وهنا انا كنت سلقه العدس، حاطه مع فصين توم وحبه كمون وحبه ملح. هناخد نص العدس كده هنركنه على جنب، والنص التاني هخليه بميته. ادي اول حاجه هنعمل الصلصه. نحط زيت البصل اللي معانا، ونحط معلقتين توم ومعلقه هريسه شطه وكيس صلصه ومعلقه خل. هنقلب التوم لحد ما ياخد لون، ما تسيبيش التوم يصفر قوي معاكي. اهو هناخد التوم ده، انا التوم ده مفرزاه قبل كده، لون ابيض وزي الفل اهو، ما بيصفرش في الفريزر ولا اي حاجه من السنه للسنه. حطي بس معاه نص معلقه سكر، وهننزل عليهم بعصير الطماطم، وما نحطش اي بهارات خالص في الاول. هننزل بعصير الطماطم والخل ومعلقه سكر برضو صغيره عشان الحموضه بتاعه الخل والصلصه، وهنغطي عليها لحد ما تتسبك. وعند ما تتسبك هناخد حبه من البصل اللي احنا حمرناه في الاول خالص، وهنحطهم اول ما اطفي على الصلصه. هحط معاها البصل واحط التوابل بتاعتي، هحط ملح، فلفل اسمر وكمون وكزبره ومعلقه بابريكا وسبع بهارات، واحط التوابل في الاخر خالص عشان ريحتها تفضل في الصلصه زي ما هي بس. وبعد ما اخلص الصلصه هنعمل الرز. هنحمر الشعريه برضو في نفس الزيت بتاع البصل، هناخد حبه وهنعمل بيهم الرز. هنحمر الشعريه لحد ما تاخد لون وتصفر معانا، وننزل عليها بالرز. هنشوح الرز شويه كده حلوين عشان يبقى مفلفل. وهنجربي حطي شويه فلفل اسمر صغيرين مع الرز وانت بتشوحيه، وحبه ملح. وهننزل بقى هنشربه بميه العدس اللي احنا لسه سالقينها، بيدي طعم في منتهى الجمال. والحمص انا حطاه من الاول خالص، انا سلقه الحمص برضو، بس الحمص حاطه ربع معلقه سكر عشان ما ياخدش معايا سوا. وعند ما ياخد غلوه هنطفي عليه ويكمل سوا على البخار. وبعد كده لما اقرب اخلص الكشري بروح مولعه على الحمص تاني، ما بياخدش معايا سوا خالص ولا بياخد وقت على البوتاجاز. وبعد ما عملنا الرز هنعمل الدقه وهنعمل الشطه. هناخد الزيت اللي على وش الصلصه هنعمل منه الشطه والدقه. في ناس بتخلي الخل يغلي وتحط معاه التوم، لا انا ما بحبش الطريقه دي، لان هي بحس ان هي بتعمل حموضه. لا، احط الخل على البارد ونحط عليه معلقه كزبره وكمون وملح وعصره ليمون والشطه. بناخد الزيت اللي على الصلصه بعد ما بنسويها خالص، بناخد الزيت اللي بيطلع على وش الصلصه ديت وبنعمل منه الشطه، وبرجع اضيف عليها معلقه دقه من اللي انا عملتها بس. وما بياخدش معانا وقت خالص الكشري، وجميل جدا في البيت وارخص بكتير. اقل دلوقتي طبق كشري في اي محل اقل حاجه ب25 جنيه. انا الحاجات دي كلفتني حوالي 60 جنيه والله، وكلنا يعني كلناه على يومين. واحلى طبق كشري. ويا رب تكون فيديوهاتي يا رب بتعجبكم، واحب اسمع تعليقاتكم. والف انا يا حبايبي.